السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده بقى جايين نعمل تحلية حلوة قوي. حاجة كده مش هتكلفك حاجة خالص، يا دوبك نص كيلو جزر وكيلو برتقان. طبعا الجزر متوفر دلوقتي في السوق وسعره يعتبر كويس، والبرتقان كمان متوفر خالص. هنعمل بقى احلى مهلبية، جزر بالبرتقان. حاجة كده سخنة وحلوة وكلها قيمة غذائية عالية جدا، وحاجة بتعلي المناعة بتاعتك وحلوة قوي. اول حاجة كده بنجيب معانا نص جزر زي ما انت شايفة كده، وبنقطعه قطع صغيرة كده. وبعدين بنجيب بقى طبعا حلة علشان احنا هنسوي الجزر ده الاول. هنحط الجزر كده في الحلة زي ما انت شايفة، وهنحط معاه نص كوباية من السكر، وهنحط كوبايتين من المية. وطبعا هنحطهم على النار لحد ما الجزر بقى يستوى مع السكر ومع المية زي ما انت شايفة كده. حاجة سهلة خالص وبسيطة خالص، مش هتاخد في ايدك 10 دقايق، ومش مكلفة خالص. وعايزة اقولك بيبقى طعمها حلو قوي قوي، والولاد بيحبوها جدا. هنا بقى طبعا انا خلاص سبت الجزر بقى يستوى على النار، وجيت هنا جبت بقى طبعا ده البرتقان. بقشر البرتقان علشان انا هعصره في الخلاط او في الهاند بلندر اللي متوفر عندك. طبعا بتقشري البرتقان كله كده زي ما انت شايفة. انا طبعا هقشر واحدة قدامكم وهكمل الباقي عشان الفيديو ما يطولش معاكم. زي ما انتم شايفين كده انا قطعت كل البرتقان قشرته. وهنا بقى عشان افرمه لازم اطلع منه البذر. البذر ده اهم حاجة يا جماعة، ان انت تطلعيه من البرتقان، عشان هو ده اللي بيعمل مرارة في البرتقان. يعني ناس كتير جدا تقعد تقول هو ليه بعمل عصير البرتقان بيبقى ممرر معايا. اللي بيمرر البرتقان البذر اللي جوه البرتقان. وعايزه اقولك برضو الليمون نفس القصه. يعني انت لما تيجي تعملي عصير الليمون لازم تطلعي منه البذر، لان البذر هو اللي بيمرر البرتقان او الليمون. فانا هنا طبعا كنت بطلع منه كله البذر، عشان انا هعصره دلوقتي بالهاند بلندر. طبعا انا زي ما انتم شايفين كده انا قطعت الكميه كلها وهبدا بقى اعصرها كلها. طبعا بتحطي طبعا شويه ميه بمعدل كوبايه او كوبايه ونص من الميه عشان تعرفي تفرمي البرتقان. طبعا هنا انا كنت خلاص كده بفرمه اهو. طبعا بتفرميه وبعدين بتصفيه. لازم تصفيه عشان طبعا التفل والحاجات بتاعه البرتقان دي ما تعملش معايا كلاكيع في المهلبية. يعني المهلبية تبقى ناعمة كده وحلو. طبعا انا كده خلاص عصرت الكمية كلها، هبدأ بقى اصفيها اهو. كده انا كنت خلاص صفيته كله وبوريهولكوا اهو. خلاص كده. ده ممكن على فكرة بقى ممكن تحطي عليه سكر وتشربيه عصير كده بيبقى حلو قوي. هنا بقى انا خلاص كان الجزر كمان كان استوى معايا. طبعا هفرمه برضو بالهاند بلندر او بالخلاط اللي متوفر عندك. بتبدأي بقى تنعميه خالص كده لحد ما ينعم خالص، وبعدين بتنزلي بقى عليه بالبرتقان. شوفوا كان سخن ازاي عشان انا لسه جايباه من على النار. طبعا هنا بقى بننزل عليه بكمية البرتقان اللي احنا عصرناها كلها اهو. وطبعا انا بقى بزود سكر. طبعا انتي بتدوقيه وبتشوفي بقى السكر المناسب ليكي، هل هو السكر بتاعه مظبوط او محتاجة تحطي تزودي سكر. انا لقيت محتاج سكر فحطيت معلقتين من السكر عليهم. وهبدأ برضو اخدهم برضو ضربة كده تاني في الخلاط او بالهاند بلندر اهو. زي ما انت شايفة كده هاخدهم برضو ضربتين تلاتة كده قبل ما احطه بقى على النار. خلاص كده انا كنت خلصته. هنا بقى انا كنت خلاص حطيته على النار. وهعمل بقى هنا هجيب ربع كوباية من المية، وهحط عليها 4 معالق كبار من النشا. 4 معالق كبار اهو زي ما انت شايفة كده. وهو دلوقتي انا حاطة الجزر بالبرتقان حطاهم على النار.
وبعد كده بقى هنزل عندي فانيليا، بحط عليها باكيت او باكيتين من الفانيليا، انا بحب ريحة الفانيليا تبقى باينة فيها، فهحط 2 من باكيت الفانيليا، وهقلبهم كده زي ما انت شايفة. وهبدأ بقى انزل بالنشا عليهم، علشان خلاص كده بقى انا عايزاها بقى تبقى مهلبية معايا. خلاص كده انا حطيت النشا، هفضل بقى ايدي فيه عشان ما تكلكعش، عشان النشا لو سبتيه بيكلكع، لازم تفضلي ايدك فيه على طول لحد ما يتقل بقى ويديكي السمك اللي انت شايفاه ده. بصي هي كده هنا خلاص بقى كده استوت، وخلاص ادتني السمك اللي انا محتاجاه. وهبدأ بقى اصبها بقى في السلاطين بتاعتي زي ما انت شايفة كده. عايزة اقولك كان طعمها حلو قوي قوي، حاجة كده بقى. بصي تدفيكي بقى في السقعة اللي احنا فيها دي، وكمان حلوة طعمها حلو قوي، وقيمتها الغذائية عالية قوي. البرتقال مع الجزر بيعلوا المناعة، يعني حلو لأولادك، ممكن تعمليه كمان للأطفال الصغيرة، بجد حلوة قوي. يعني احنا ككبار وصغيرين احنا بنحبها، مهلبية الجزر بالبرتقال. هنا بقى طبعا انتي هتحطي بقى في السلاطين بتاعتك كلها. صلوا على النبي يا جماعة، عليه أفضل الصلاة والسلام. و ما تنسوناش بقى في الاشتراكات وفي التعليقات بتاعتكم وفي اللايكات كمان، لان انا قناتي لسه جديدة ومحتاجة الدعم من حضراتكم. هنا بقى انا خلاص كده كنت خلصت كل الكمية. بصي ما سيبناش حاجة في الحلة يعني خدنا كل اللي في الحلة حطيناه في السلاطين. وهنا بقى في الاخر بقى انتي بتزينيها بقى، بتحطي اي حاجة بقى، ممكن ما تحطيش عليها حاجة خالص، هي صراحة حلوة من غير حاجة. هنا انا كان عندي شوية جوز هند زي ما انت شايفة كده، حطيت جوز هند، وكان عندي برضو عين جمل حطيت عليها. آه، وزي ما انت شايفة كده، وبألف هنا ان شاء الله. جربوا الوصفة دي يا جماعة، حلوة قوي ومش مكلفة خالص، وولادك هيحبوها وانتي كمان هتحبيها.